السلام عليكم. اقف مكانك لو سمحت، اوعى تتحرك. انا بقول لك اهو جايب لك النهارده فيلم. بص ما اقولكش، بس تنويه صغير لاي حد بيتفرج عليا. مش معنى اني بتكلم عن الافلام يبقى لازم اقعد اطلع في اخطاء الافلام بس. احنا كلنا عارفين ان مهما يكون في اخطاء بالنسبة لنا في الافلام، بس برضو ده ما يمنعش ان عمل الافلام نفسها شيء مش سهل. ولكل من ساهم في اي عمل فني ليها عندي كل احترام وتقدير. ومش معنى برضو ان انا بتكلم عن الافلام يبقى انا فكوك قوي في الافلام، لا خالص. ده هي قلة حيلة مني ان انا مش عارف اتكلم عن ايه في القناة بتاعتي. وده انا قلت في اول فيديو ليا خالص على القناة، مش بخدع حد. وفعلا ان الموضوع مش سهل. ومن هنا من مكاني هذا بدي اجمل تحية لزمايلي اللي بيتكلموا على نفس المحتوى، اللي شجعوني اصلا ان اطلع اتكلم. وعرفت قد ايه ان الموضوع مش سهل ومتعب، من ان الواحد لازم يتفرج على الفيلم الاول واركز في اخطاء الفيلم واحداث الفيلم، وبعد كده اشرح الخطأ بطريقة الطبيعية من غير سكريبت ولا كتابة ولا اي حاجة. انا بشوف المشهد واشرحه بس، يعني ما صعبهاش على نفسي. طب ايه رأيكم بقى ان انا كنت بشرح افلام من غير اصلا ما اتفرج على الفيلم؟ والله بتكلم بجد. يعني مثلا زي فيلم جزيرة الشيطان، انا اصلا كنت عامل الفيديو كله وبشرحه من غير اصلا ما اكون بتفرج على الفيلم. انا بس اتفرجت على الفيلم، حفظت الاخطاء وبعد كده جيت اشرحها. بس عشان اكون صادق في كلامي، عشان يكون المصداقية، هي كانت معايا ورقة صغيرة معلم عليها مثلا علامة على المشهد. يعني المشهد دوت بيتكلم عن كذا، مدي علامة، بس مدي علامة اشوف مثلا العلامة اللي انا كتبتها افتكر المشهد فبعد كده اشرحه. فمن هنا حبيت اوجه رسالة صغيرة لكل المشاهدين بتوعي، ان انا احاول اوسع النشاط بتاعي شوية. طالما انا كده كده اصلا مش عارف اي حاجة في اي حاجة، فاتكلم على اي حاجة. وفضلت افكر مع نفسي كده حبة. يعني انا قلت انا هفضل حاشر نفسي في موضوع الافلام بس، طالما كده كده انت بتتكلم من دماغك، طب ما تتكلم من دماغك بقى على اي حاجة بطبيعتك. بس احب انوه تنويه صغير لاي حد بيتفرج عليا. قبل ما ابدا اتكلم في اي حاجة واي موضوع، لازم انت ما تاخدش اي كلام مني بجدية قوي 100%، غير لما تكون فعلا كلامي لفت نظرك بشيء فعلا انا ما كانش في دماغي الحتة ديت الحاجات دي. يعني انا بتكلم بطبيعتي زيكم اهوت. يعني انا قبل ما اتكلم بقول لكم ان انا مش عارف اي حاجة في اي حاجة. انا كل اللي انا بتكلم فيه هو من وجهة نظري فقط، ومن تأملي للأشياء. فأنت بقى حبيت تستمع لي، اما ما تاخدش بقى. انا مش بجيب لك ورق رسمي بقول لك المفروض اهوت 1 2 3، لا انا بتكلم بطبيعتي كده كده، يعني ايا كان في اي حاجه. فانت تكون حريص من الحته دي، عشان انا برضه ما اعرفش طبيعتي هتوديني لفين يعني، ولا دماغي هتوديني لفين. فانت تكون حريص. اتكلم بقى في الكوره، اتكلم في الافلام برضه عادي، اتكلم في حاجات مثلا اجتماعية، اتكلم في اي حاجة تيجي في دماغي هتكلم فيها. اعتبروا قناتي من النهاردة مثلا قناة شو، زي اللي احنا بنتفرج عليها في التلفزيون، بيتكلموا في اي حاجة في اي حاجة. ومن هنا انهي الحلقة لحد ما تيجي حاجة في دماغي ان شاء الله اتكلم عليها هتكلم، يعني متقلقوش. بالنسبة لموضوع الفيلم هتكلم عليه بعدين بقى، يعني خلاص بقى، يعني ايه الوقت لوحده كده ماشي. وضحكت عليك والله. ويا ريت بقى لايك، عشان من السعادة هنسمع صوتنا لكل الناس، واشتراكك الجميل. ويا ريت 5 6 7 شير كده من نفسك يا جدع، يعني انت خلاص. ولو حابيني اتكلم زي ما انا بتكلم بطبيعتي كده، اكتبوا لي في التعليقات احنا مثلا عاوزينك بطبيعتك كده، ولا اتكلم في موضوع معين ولا ايه. انا ما بقتش عارفه ربنا، يعني انا كل ما اجي مثلا افكر اقول ايه، مفيش حاجه في دماغي يا جدع. انت عارف تعمل ايه؟ مش عارف. انت بتتكلم في ايه برضه؟ مش عارف. طب اعمل ايه يعني؟ ما افتحش القناه؟ لا لازم افتح القناه طبعا يعني. قلت بقى خلاص بقى، طالما انا مش عارف اي حاجه في اي حاجه يبقى اتكلم في كل حاجه. هي ده الواقع. وسلام بقى لكل اصحابي، وربنا يستر من اللي جاي. اشوفكم على خير.